لكل مين حصل على مساعدات كورونا بال 2020 خليك هذا الفيديو لإلك. حسب دراسة ال NDR وال VDR وال STSAT يجب على كل أصحاب المشاريع الصغيرة اللي حصلوا على كورونا هيلفة يعني مساعدة الكورونا ترجيع جزء من المساعدات أو ترجيعها بشكل كامل. طبعا ب 2020 بسبب جائحة كورونا اضطروا أصحاب المشاريع الصغيرة منهم أصحاب الصالونات الحلاقة، أصحاب المحال الصغيرة وأصحاب المشاريع الناشئة لتقديم مساعدات والحصول عليها من قبل الحكومة الفيدرالية هون بألمانيا، وهي المساعدات هلأ لازم يرجعوها بشكل جزئي أو بشكل كامل. المبلغ اللي تم توزيعه بال 2020 كان هو 13 مليار يورو، وتم توزيعه على 1,800,000 صاحب منشأة صغيرة أو عمل صغير أو محل حلاقة، وحتى أنه في بعض من الولايات تم توزيع 3 مليار إضافيا على 13 مليار، منهم مقاطعة تورينغين اللي قدمت 6000 يورو لكل من قدم طلب من أصحاب المشاريع الصغيرة. لا تلحقها مقاطعة الراينلاند فالس واللي قدمت 7800 يورو لكل مقدم طلب، والحصة الأكبر كانت بمقاطعة شمال الراين بقيمة 10500 يورو لكل من قدم طلب مساعدة الكورونا هيلفة. وحاليا رفعوا أكثر من 5000 متضرر دعوة بهذا الخصوص بأنهم هن بيستحقوا التعويضات اللي حصلوا عليها أو المساعدات اللي حصلوا عليها. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا كنتوا أنتم من المتضررين أو من الحاصلين على المساعدات، إذا إجاكم بلاغ بإعادة المبلغ اللي حصلتوا عليه ولا لا. احفظوا الفيديو وشاركوه ليكون العالم كلياتها عندها علم بهذا الشيء اللي صار. لا تنسونا من تعليق وخلي الزائد بيناتنا يختفي، وتحياتي.